تخيل في مرض مناعي ممكن يضرب أي جزء في جسمك، جلد، مفاصل، كلى، وحتى المخ. المرض ده اسمه الذئبة الحمراء، والاسم العلمي ليه سيستميك لوبس اريثماتوزس. والمثير إن اسمه مرتبط بالذئب. عارف ليه؟ لأنهم زمان كانوا بيشوفوا الطفح الجلدي على وش المريض كأنه عضة ذئب. في الفيديو ده هحكي لكم ازاي المرض اتشخص لأول مرة في التاريخ، وأعراضه وأسبابه وطريقة العلاج كمان. أول مرة اتقالت كلمة لوبس كانت في العصور الوسطى حوالي القرن ال 12. كانوا بيوصفوا الجروح الجلدية اللي بتصيب الوش كأنها عضة ذئب. لكن في سنة 1833 طبيب اسمه بيت وتلميذه كازيناف وصفوا الطفح الجلدي ده بشكل أدق. وفي سنة 1851 كازيناف سمى المرض باسم لوبس اريثماتوزس. بعدها سنة 1872 اكتشف طبيب اسمه موريس كابوسي إن اللوبس مش مجرد طفح جلدي، لأنه بيصيب أعضاء تانية كتير. وأول حالة اتسجلت في المراجع كسيستميك لوبس اريثماتوزس كانت سنة 1902، ودي كانت بنت عندها 18 سنة، عندها طفح الفراشة وعندها مشاكل في الكلى وتورم في المفاصل. ده مرض مناعي ذاتي، اوتو اميون ديزيز، يعني بدل الخلايا المناعية ما تهاجم في الجسم الغريب بس، لا دي كمان بتهاجم في الجسم نفسه. الأعراض طبعا بتختلف من مريض للتاني، ده لأنه يقدر يضرب أي عضو في الجسم، ودي أهم الأعراض. بالنسبة للجلد يعمل باترفلاي ريش اللي هو طفح على شكل الفراشة. بالنسبة للكلية ممكن يأثر فيها، يسبب بروتين في البول، الاسم العلمي ليها بروتينوريا، وممكن توصل لمرحلة مرحلة فشل كلوي. ممكن يأثر على الدم، يسبب أنيميا، والأنيميا اللي هنا اسمها هيموليتيك أنيميا، أي أنيميا بسبب التكسير، أو أنيميا أوف كرونيك ديزيز بسبب المرض المزمن. وممكن كمان يأثر على المفاصل، هيسبب ألم وتورم في المفاصل. وممكن كمان يأثر على الجهاز العصبي، يسبب صداع وتشنجات. السبب العلمي للذئبة مش معروف، لكن في عوامل بتزود الاحتمالية. عوامل جينية، ده لو في تاريخ عائلي. عوامل بيئية زي التعرض لأشعة الشمس أو الضغط النفسي أو بعض الأدوية. هرمونات، ده يوضح لنا إن المرض بيحصل 9 مرات في الإناث قد الذكور، وده بيصيب الإناث أكتر خاصة في مرحلة الإنجاب. بالنسبة للتشخيص مفيش تحليل واحد يشاور ويقول إن العيان عنده الذئبة الحمراء، ولكن في مجموعة معايير بنستخدم هنا كرايتيريا. من أشهر الكرايتيريا المستعملة اسمها سليك كرايتيريا. من التحاليل المستعملة فيها ANA أنتي دبل ستراند DNA أنتي سميث، وكمان تحاليل دم وبول. وطبعا التشخيص بيكون كأننا بنجمع بازل من الأعراض والتحاليل. بالنسبة للعلاج، الذئبة مرض مزمن مفيش علاج نهائي ليها، بس نقدر نسيطر على الأعراض ونمنع المضاعفات. ومن الأدوية المستعملة كورتيكوستيرويدز مثلا لتقليل الالتهاب، وأدوية تانية زي هيدروكسي كلوروكوين، وده محدد بيستخدم في حالات الذئبة تحديدا عن الأمراض المناعية التانية. وممكن لو المرض في حالة مضاعفات نستعمل أدوية مثبطة للمناعة زي أزاثيوبرين أو مايكلوفينيليت موفيتيل. وكمان مهم جدا نتجنب الشمس وناكل أكل صحي وننام بانتظام. الذئبة الحمراء مرض اتوصف من مئات السنين، من جروح جلدية لحد ما اتوصف إنه مرض مناعي يقدر يصيب الجسم كله. لكن النهاردة مع التشخيص المبكر والعلاج المناسب المريض يقدر يعيش حياة شبه طبيعية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالقناة، واستنى سلسلة الأمراض المناعية اللي هتنزل إن شاء الله.